ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزه تعملي الفول السوداني بطريقه حلوه قوي وطريقه جميله، وهتعمليه في عندك في البيت، وكمان ما انتش هتشتري كمان من بره. الفول السوداني المملح، فصراحه كده الفول السوداني ده ما فيش حد بيعرف يستغنى عنه، ولا صيف ولا شتاء. انا هقول لك بقى على الطريقه بتاعته، الطريقه الجميله. هتجيبي الفول السوداني اللي زي ده. طبعا الفول السوداني اللي زي ده طبعا حلو قوي وجميل، وكمان الحبايه بتاعته حلوه قوي، وكمان كبيره مش صغيره ولا اي حاجه، يعني الحجم بتاعها كويس. تمام. طبعا لو مش حابه تجيبي السوداني اللي هو اللي زي ده ولسه هتكسريه، ممكن تجيبي السوداني اللي هو اللي يكون بيتباع جاهز من عند العطار. تمام، اللي هو بقشره ده. تمام. بس الاحسن تجيبيه من عند عطار كويس، علشان بيكون السوداني بيفضل فتره عندهم، فبيكون طعمه وحش وله ريحه وحشه. تمام. هتجيب كوبايه ميه. تمام، نص كوبايه من الميه بتاعه القهوه، وهتجيب عليها نص معلقه من الملح. هتفضل كده تقلبي، وهنضيف كمان ربع معلقه من الملح الليمون. طبعا الملح الليمون ده اختياري، بس بدل الليمون. تمام، بس بصراحه بيدي نكهه حلوه قوي في الفول السوداني، وبيدي طعم حلو. لكن في ناس بتحط نشا على السوداني مع الميه. انا بصراحه ما حبيتش الفكره دي خالص، الفكره دي ما حبيتهاش. انا حبيت الملح والملح الليمون، حاجه طبيعيه وحاجه كويسه، كل الحاجه تكون الصبحه، والحاجه تكون حلوه. زي ما انت شايفه طبعا انا بقلب كل شويه فيه. طبعا مش تستعجلي عليه ولا تعلي عليه النار، خليه براحته خالص، يستوي براحته. علشان لو انت عليت عليه النار ممكن يتحرق من بره، ومن جوه مش يستوي خالص، ويكون كده ني كده، ما يكونش حلو. وبعد كده طبعا هتضيف فيه ربع الكوبايه اللي احنا جهزناها بتاعه الملح الليمون. تمام. طبعا انا ضفت ربعها وشويه، كمان هضيف بعد كده الباقي. هتفضلي كده تقلبي فيه لغايه ما الميه السوداني ما تشرب الميه اللي في الطاسه. طبعا اللون بدأ يتغير معايا. طبعا هو ده اللون اللي انت بتروح تشتريه من بره، اللون السوداني المملح. كمان انت عملتيه في البيت، شوفي طلع معانا ازاي، طلع معانا نفس بتاع بره بالظبط. وبعد كده هتضيفي الكمية اللي باقية من المية اللي احنا كنا مجهزينها، ملح الليمون والملح اللي هو العادي. طبعا اللون بدأ يتغير معايا، بدأ اللون يتقلب بلون ذهبي، اللون الأحمر الجميل زي ما انتوا شايفينه. هتفضلي تقلبي فيه كده. وبعد كده هترشي شعرة ملح بسيطة جدا، مش يعني ملح كتير، هتضيفي يعني شعرة ملح كده، يعني حوالي ربع معلقة من الملح كده. وبعد كده هتضيفي 5 معالق من المية، 5 معالق. واهم حاجه ما تاكليش من الفول السوداني على طول، سيبيه يبرد، مش تستعجلي عليه، او تحطيه في العلبه او في الكيسه عشان هيطرى اخطر وهيبوظ منك اخطر. سيبيه يبرد عادي في الطبق، ومش تستعجلي عليه. طبعا السوداني انت عامله في البيت، السوداني المملح الجميل التحفه. طبعا الملح بتاعه حلو قوي وجميل، مش مملح زياده عن اللزوم، وهادي جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدايه حلوه، مع الف سلامه.